السوشيال ميديا فيها فلوس بالهبل، بس الفلوس دي ما بيطلعهاش غير المشاهير بس. انت عادي جدا تعمل 10,000 دولار في الشهر. الموضوع ممكن تحس ان هو صعب، بس والله ما فيش اسهل منه. انا بكلمك في حاجه عن تجربه حقيقيه بتحصل معايا شهريا عن طريق المعلومات يا صديقي اللي انت عارفها. معلوماتك العاديه انت ممكن تحولها حاجه اسمها educational كورس. المعلومات دي تقدر تحطها في هيئه كورس وتبيعه. لما جيت فكرت ان انا اعمل كورس، جيت قلت هطلع اعلم الناس ازاي تستخدم الكاب كات، ازاي الناس تفتح الكاميرا بس وتعمل فيديوز، ازاي يعمل سيتنج الكاميرا. جيت قلت هو في حد النهارده ما يعرفش يستخدم الكاب كات؟ هو في حد النهارده ما بيعرفش يعمل فيديو على التيك توك؟ اكتشفت ان في ناس كتير جدا جدا، اضعاف الناس اللي فاكر ان هي تعرف، طلعت ان هي مستعده تدفع 50 دولار عشان يتعلم يعمل بس فيديو على السوشيال ميديا. فلو كنت انا منعت نفسي وكنت فاكر ان الناس كلها عارفه، طلع ان في ملايين من الناس مش عارفه المعلومه دي. انت محتاج تاخد 50 دولار بس من 200 شخص، مصر كلها، الشرق الاوسط كله محتاج تاخد منه 200 شخص بس يدفع لك 50 دولار. ادي 10,000 دولار في الشهر. سهله جدا، بتتعمل من معلومات عندك. بس قبل ما تعمل كل ده انت لازم النهارده تعرف هتبيع لهم ازاي. وانت النهارده مش مشهور؟ هتبيع لهم ازاي وانت النهارده ما عندكش فولورز؟ اذا انا عشان احقق الرقم ده لازم اشوف النو هاو، ان انا لازم اشتغل على البيرسونال براند بتاعي، لازم اكون مشهور في حتتي، عشان الناس لما بتدفع فلوس بتدفع فلوس للمشهور والشاطر. فانت لازم تكون شاطر في مجالك.